إذن استقالة سعداني رسمت تقليد جديد في أدبية الحزب الجهاز الذي ألف الانقلابات العلمية والغير العلمية. سعداني غادر في مشهد يطرح أكثر من تساؤل، يقول أحمد مدني. بوجه شاحب وربطة عنق زرقاء، فاجأ عمار سعداني أعضاء لجنته المركزية بإعلان استقالته من قيادة الحزب على طريقته الخاصة والتي تحمل الكثير من الدلالات. أريد أن أقدم أمامكم استقالتي. معارضة أعضاء اللجنة المركزية لاستقالته ودموع بعض القيادات من الصف الأول قابلها سعداني بالإصرار على الاستقالة. أصر عن الاستقالة حتى لو كانت مرفوضة فهي مقبولة. يبدو أن التصريحات النارية التي أطلقها سعداني من فندق الرياض دقت آخر مسمار في نعشه تحت عنوان نهاية مرحلة وبداية أخرى. سعداني اختار الطريق الأسهل لمغادرة قصر حيدرة بسيناريو عنوانه الخروج المشرف. هذا الحزب لا يحتاج أي خرج. لقد كنت رئيسا للمجلس الشعبي الوطني وتركت الكرسي والمجلس السياسي. هذا الحزب حزب ديمقراطي، يروح عمار يجي عمار ولا علام. سعداني التي صنعته الأحداث السياسية وتحول في فترة وجيزة إلى رقم فاعل في الساحة الوطنية سيتذكره الجزائريون كالسياسي الأكثر جرأة الذي فتح كبر الملفات وكسر كل الطابوهات.